أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وهعرض لكم التأليف دلوقتي. حلقة 16 من قصة صحاب غدارة. تقريبا يعني انا ما عملتش تأليف لحاجة تانية غير حلقة 16 لحد النهاردة، بس في عدد حوالي 3 اغاني حزينة جديدة تقريبا المفروض يتم اطلاقهم ما بين ايام 20 ل30 اكتوبر، واحتمال ان احنا نرحل جزء منهم لشهر نوفمبر. طيب اعزائي المتابعين، عشان ما اكونش طولت عليكم في الفيديو كما أنا بطيل أوقات، حلقة رقم 16 هي حلقة مختلفة جدا. فالقصة هنا أحداثها بتتغير تماما، لأن بعد ما عصابة مون سافروا لدولة إيطاليا علشان الحكومة متمسكهمش مرة تانية، ما يتحبسوش. كانت عصابة سيرف قائدتهم ليا مون سيرف اتحبست. في نفس الوقت في أحد أحياء الطلبية كان في عصابة جديدة بتنشأ. العصابة دي نشأت بسبب عشوائيات الطلبية. منطقة الطلبية، يعني عارفين منطقة الطلبية؟ مين فيكم ما يعرفهاش؟ في القصة بقى أنا مؤلف إن في عصابة اتكونت في المنطقة دي بيتاجروا في المخدرات والسلاح، والعصابة دي هتتعاون مع عصابة مين؟ تعاون جذري تام، وهيحصل حاجات عجيبة جدا، لأني في أحداث الحلقات الجاية من القصة هيكون في أحداث أكشن خطيرة جدا. فياريت نركز التأليف بتاع الحلقات الجاية من قصة صحاب غدارة، لأن التأليف هيكون جامد جدا 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 وهينال إعجابكم أكيد. في 3 أغاني حزينة المفروض يتم إطلاقهم في خلال الشهر ده. أول واحدة اللي هي فراقك قتلني الجزء التاني، والجزء التاني من أغنية لو حصل ما بينا من تاني لقاء. وفي أغنية تالتة جديدة وهي الحزن مكهربني. وطبعا يا أعزائي المتابعين، كل الحاجات دي المفروض يتم إطلاقها قريب جدا جدا. بس آخر واحدة اللي هي الحزن مكهربني دي ممكن نعدل عنوانها على عنوان آخر. فانتظروا كل ما هو جديد يا أعزائي المتابعين، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.